السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. ده ان شاء الله الصابون البلدي اللي هنعمله مع بعض النهارده. شوفوا عامل ازاي، تحفة، جميل جدا جدا، وعاملينه من زيت مستعمل احنا بنرميه. عملنا كمية جميلة جدا جدا من الصابون البلدي، بجد موفر معانا حلو قوي لو اشترينا الكميه دي من بره. طبعا انتوا عارفين الغلا اللي احنا فيه. عملنا الكميه دي بمكونات بسيطه جدا جدا، ان شاء الله تشوفوها في الفيديو وتنول اعجابكم. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. انا هوريكم الرغوه بتاعته. دي ميه كده عاديه من الحنفيه، واخد قطعه من الصابون واوريكم الرغوه بتاعته. بصوا يا حبايبي، دي حته سلكه اهي، تمام. هوريكم الرغوه بتاعتها عامله ازاي على السلكه. رغوتها تحفه، انا جربتها وغسلت بيها المواعين، بجد مش عايزه اقول لك رغوتها عامله ازاي. بصوا بصوا عامله ازاي، رغوتها تحفه. هتخلي بقى المواعين بتاعتك زي الفل. الحلل بقى الاستانلس، الحلل الالومنيا بالذات هتخليها تبرد. والاستانلس لو عندك مثلا هدوم فيها، بصوا لو عندك هدوم فيها اي بقع هتطلعها لك بكل سهوله. شايفين الرغوه بتاعتها عامله ازاي؟ بصوا بصوا رغوته عامله ازاي، روعه. بصوا، ده انا بس ايه مرغيه بالصابونه كده، ورغوته عامله ازاي زي ما انتم شايفين كده. انا حابه بس اوريكي بالسلك، اوريكي رغوته عامله ازاي، روعه بجد. يا ريت تجربوا الوصفه دي، تحفه. وعاملينها من زيت مستعمل. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا رغوته عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. يعني هتخلي المواعين بتاعتك زي الفل. شوفوا عامل ازاي، روعه. لو واضح قدامكم، شوفوا رغوته اهي زي ما انتم شايفين كده. يعني هتخلي المواعين بتاعتك زي الفل زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى في الصابون ورغوته اهي؟ بصوا عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. والمكونات اللي احنا حطيناها فيها بجد بسيطه جدا جدا، الوصفه رائعه. عملنا كميه صابون حلو جدا جدا في التنظيف، روعه. يا ريت تجربوها. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل احلى صابون بلدي مع بعض بطريقه سهله جدا مبسطه، ان شاء الله تنول اعجابك. بس قبل ما نبدا كده الوصفه حبايبي، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معايا كده كوبايه ميه اهي، دي ميه ساقعه تمام عشان الصودا. وهعوز معايا ده تمن من الصودا او البطاص. في بعض الدول حجر تسليك المجاري، جوبوشار، كترونه. ولو لها اي اسامي تانية ممكن تقولوا لي. اهي ده شكلها زي ما انتم شايفين، قشور كده اهي، تمام. هحط الكيس ده تمن، تمام. عشان انا هنعمل مع بعض لتر من الزيت، فانا بحط على اللتر تمن من البطاطس. طبعا تكوني فاتحه الشفاط جنبك او شباك عشان الريحه قاتله، وما يكونش جنبك اطفال خالص. لو عندك حساسيه البسي كمام على وشك. بصوا يا حبايبي، انا دوبت خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا الابخره اللي فيه بتبقى فظيعه، تمام. وسبته هدي شويه زي ما انتم شايفين، انا ما سبتوش برد خالص، تمام. بعد كده هجيب الزيت، ده زيت مستعمل انا مصفياه، بس هو لونه غامق شويه، تمام. بس هيفتح اما نيجي نعمل الوصفه. ده لتر، تمام، لتر من الزيت، تمام. لحظه واحده كده، حطيت كوبايه ميه وعليها توم من الصودا، سبتها هديت شويه، وبعد كده حطيت لتر من الزيت، وهندوب كده كويس، نقلبهم في بعض ندمجهم، تمام. بصوا هو اصلا افتح ازاي لما نزل اصلا على الصودا. لحظة واحدة. بعد كده معايا حوالي 4-5 معالق ده سكر مطحون، تمام. ده سكر مطحون بيبقى احسن شوية من السكر العادي الخشن. طبعا لو انت عايزة تحطي، ما عندكيش اللي هو البودر ده، ممكن تجيب السكر اللي هو الخشن وتحطيه في المية قبل ما تحطي الصودا، وتدويه كويس قبل ما تحطي الصودا عشان ما يكلكعش منك لما تنزلي بيه في الزيت، تمام. انا حاطه كده حوالي 5 معالق سكر بودر. بعد كده معايا معلقه بيكربونات الصوديوم، معلقه ملح طعام، تمام. بعد كده معايا معلقه دنكار. الدنكار ده اللي هو الماده الحافظه للجبن، حلو جدا في التنظيف. وهندوب كل الحاجات دي. ومعايا كمان حوالي ليمونتين اهو،
طبعا تشيلي منهم البذر خالص. عندك من قشور الليمون حطي. بعد كده يا حبايبي معايا كيس اوكسي، ده بريحه الليمون الاخضر، ريحته حلوه قوي. عندك كيس برسيل جل حطي. ثانيه واحده احط كله. انا كده حطيت الكيس كله تمام، وهقلب كويس. مش حابه تحطي كيس اوكسي من ده، حطي كيس برسيل جل لافندر باللافندر، يبقى ريحته برضو قويه جدا. بعد كده معايا كوبايه من الصابون السائل، اي نوع صابون سائل عندك، وهنقلب برضو كويس. هيفتح، بصوا الزيت اكتر، بصوا هيفتح الصابونه اكتر. كده انا هحط دقيق او طحين. تمام، الدقيق جميل جدا في الصابونه بجد. في ناس بتقول لا اما بنحط دقيق بيبقى وحش، لا والله انا بعمله من سنين بالدقيق تحفه بجد. وساعات بعمله بالنشا، بس الدقيق اجمد بصراحه، بيخلي الصابونه تنشف بسرعه وجميل جدا. لحظه واحده، دول انا عملتهم بالمعلقه، طلعوا 5 معالق كده كبار. تمام، هقلب كويس. انا هزود له كمان معلقتين كده دقيق. هو اصلا بصوا ابتدى خلاص يتقل اهو، لف بسرعه جدا. وممكن كمان تضربيه في الخلاط. تمام، ممكن تاخدي شويه كده بشويه وتضربيهم في الخلاط، هيتعمل منك بكل سهوله. وممكن ما تحطيش دقيق فيه خالص وتضربيه في الخلاط. لحظه واحده، بصوا يا حبايبي انا حطيت كده حوالي كمان 4 معالق. تمام، يعني انا حطيت 5 معالق في الاول وبعدين حطيت كمان 4. بس هو تقل كده. انا هجيب بقى صينيه عشان احط فيها. لحظه واحده، بصوا يا حبايبي انا هحط في الصينيه دي كده، اي صينيه عندك بقى، صينيه مطاوله، صينيه مدوره زي دي، وحاطه فيها كده كيس زي ما انتم شايفين، وهدلقه جواه. لحظه واحده بقى هدلقه وارجع لكم. اه كده يا حبايبي انا فضيته من الطبق زي ما انتم شايفين، فضيته في الصينيه ديت. طبعا انا كنت حاطه كيس مشمع غير ده، بس ايه اتقطع مني وانا جايه اتك عليه. تمام، انا فضيته كده وهسويه وهسيبه واركنه للصبح. اول ما ينشف هوريه لكم واقول لكم قعد قد ايه. هسيبكم مؤقتا لغايه ما ارجع لكم. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد الصابون ما نشف. هو نشف تاني يوم على طول، بس انا طلعته من الصينيه كده وحطيته على الصينيه دي وسبته في الهواء. تمام، لانه كان طري شويه، مش قوي يعني، بس سبته كده عشان ينشف خالص. تمام، طبعا انت برضو ما تسيبوهوش لما ينشف خالص عشان تعرفي تقطعيه. قطعيه وبعد كده سيبيه ينشف. تمام، اهو زي ما انتم شايفين. هي الاضاءه انا اسفه كده، انا اسفه جدا ان الاضاءه مش موضحه لون الصابون كويس. برضو قبل في المقطع اللي انا كنت هحط فيه الدقيق كانت الكاميرا يعني مغمقه لون الزيت قوي، لكن هو كان اصلا وانا بقلبه ما كانش غامق كده، هي الاضاءه بس. تمام، انا بقى هبتدي اقطعه معاكم. طبعا هتقطعيه الاحجام اللي انت عايزاها، وشوفوا عامله ازاي زي التورته بالظبط. ايه رايكم بقى نجيب الشمع ونولع؟ بجد شكلها تحفه، عامله زي الكيكه بالظبط، جميله جدا جدا. انا هقطعها بقى، انا هقطعها وارجع لكم. ايه رايكم بقى يا حبايبي بعد ما قطعت الصابون ورمى كميه كويسه؟ طبعا انت تقطعي الاحجام اللي انت عايزاها من الصابون. يعني انا مقطعه دي، بصوا الحجم ده، يعني مش صغيره، بصوا حجمها عامل ازاي، جميله جدا. ودي برضو بصوا الحجم بتاعها حلو قوي، يعني مش صغير ومش كبير قوي، يعني عامله برضو احجام اهي صغيره شويه. انت طبعا الحجم اللي انت حباه اعمليه، عايزاه كبير صغير براحتك خالص. ايه رايك بقى في الكميه دي؟ بجد حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين الصابون بره غالي، احنا هنا عاملينه يعني بحاجات بسيطه جدا، بالزيت المستعمل، وحطينا فيه حاجات بسيطه قوي. هو توم بضاص، وطبعا عندنا في البيت الصابون السائل، والحاجات اللي احنا حطيناها حاجات موجوده في كل بيت. يعني الوصفه ما كلفتناش، حاجات بسيطه جدا، وعملنا كميه كويسه واحسن من اللي احنا بنشتريه من بره. وطبعا اللي احنا بنشتريه من بره اغلى، هنا احنا موفرين وعاملين كميه حلوه قوي قوي. ايه رايكم بقى؟ وان شاء الله هوريكم الرغوه بتاعته في اول الفيديو. رغوته حلوه قوي قوي. شوفوا الكاميرا اما الاضاءه بتاعتها بتظبط بتجيب لك اللون بتاعها. بصوا اللون بتاعها فاتح، هو لونه حلو قوي قوي. ورغوته ان شاء الله هتشوفوها هتعجبكم قوي قوي في اول الفيديو، روعه. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش باللايكات. ايه رايكم بقى في كميه الصابون؟ ان شاء الله تعملوه تدعوا لي، بجد تحفه، وهيخلي لك الحلل بتاعتك زي الفل تبرق، والاستانلس بجد. وكمان لو في اي بقع في الهدوم هتقضي لك عليها تماما. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس
عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.